الرئيس الوحيد اللي صدق في كل كلمة قالها وما كانش حد بيصدقه الزعيم الليبي معمر القذافي ترك خلفه خطابات مليئة بالتحذيرات. هي كانت وقتها مبالغة سياسية لكنها اليوم حقيقة مرعبة لمستقبل المنطقة كلها. أنا بقى يا عزيزي المصطليك جمعت لك كام نقطة من الخطابات دي. الراجل ده قال إن الخطر الأكبر على العرب لن يأتي على شكل جيوش تعبر حدود الدول، بل إن الخطر ده سيولد داخل المجتمعات نفسها. بمعنى أصح قال إن الولايات المتحدة مش هتدخل المنطقة بالدبابات والطيارات، وهتدخل عبر الفتنة والثقافة والإعلام والاستهلاك، عشان بعد فترة العرب يجدوا أنفسهم عايشين حياة مش شبههم. وده فعلا حصل. قال إن أخطر ما يحدث للأمة هو إن يتحول عربي إلى خصم عربي آخر، وإن خنطرفيل مش محتاجة معركة كبرى مع العرب لأنها تنجح إن كل دولة عربية تنشغل بصراعها الداخلي. وده فعلا حصل وبيحصل. وقال إن الوطن هيتحول لتلفزيون كبير تدار فيه المعارك على الشاشات أكثر ما تدار في الميدان، وده فعلا حصل وبيحصل. وقال كمان ان نفط العرب لا يبقى في يد العرب، وان كل قطرة منه هتتحول لدم عربي في مكان تاني، وده برضه حصل يا جماعة وبيحصل. كان دايما بيتكلم عن أزمة هيتضرب بها بنية المجتمع العربي، زي مثلا ان الشباب هيتربوا على الخوف والتفاهة. وقال ان الدين هيتحول لتجارة بيد تجار الفتنة، والإعلام هيعيد تشكيل العقول لأنه قادر على قتل العقول قبل الأجساد. وقال إن التحالفات السياسية وتحديدا العلاقات مع إسرائيل هتكون علنية في بعض العواصم العربية، وده حصل وبيحصل. وقال إن اللايك مهم بس محدش صدقه.